السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على فيديو جديد على قناه شهوات وتدابير لاله غيتا. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم الوصفه التقليديه البسيطه ديال الشباكيه. اذا من بعد ما صايبنا العسل غنصايبوا اليوم ان شاء الله الشباكيه بمقادير مضبوطه ان شاء الله وطريقه سهله ومبسطه. غادي نشوفوا المقادير. غادي نحتاجوا في المقادير، فعندي هنا كيلو ديال الدقيق، عندي هنا معلقه كبيره ديال النافع، نص معلقه ديال السكينجبير. صدقوني الا جربتوا هذا الاضافه ديال السكينجبير في الشباكيه فغتلاحظوا الفرق. انا اللي كلاها عندي كيقول لي فيها شي حاجه زايده. غادي نديروا معلقه كبيره ديال القرفه، صفار بيضاء، عندي هنايا نص كيس ديال الخميره الكيماويه يعني 4 غرام، واحد الرشه ديال الخميره معجونه، معلقه صغيره ديال السمن اللي بغى يستغنى عليها ما يديرهاش، عندي من نص معلقه صغيره ديال المسكه حره دقيتها، رشه ديال الملح، عندي شويه ديال الزعفران شعره حر، وعندي واحد النص ديال الضامه ديال بنه الزعفران. هنا عندي كاس ديال الجنجلان صهدته شويه في المقله وطحنته مزيان. هنا عندي كاس ديال اللوز مسحته مزيان وحتى هو دوزته في المقله وطحنته مزيان نيلته. عندي كاس مع مرش ديال الزيت البلدي او زيت الزيتون. عندي هنايا نص كاس ديال الخل وكاس ديال الزبده. هنا دايره كاس ونص ديال المزهر. نشوفوا الطريقه. بالنسبه لطريقه التحضير فهي بسيطه جدا. غادي ناخذ اولا هاد الزعفران الشعره غنديروه في المزهر ونخليوه بين ما وجدنا كلشي غيكون مطلق. وهاد الضامه ديال البن، هاد الضامه ديال الزعفران راه غير على ود اللون. غادي نحركوه مزيان بهذا الشكل، نحاولوا نذوبوا هذاك الضامه ديال الزعفران بحال هكا صافي. غادي نخليوها بحال هكا على جنب تتذوب مزيان بين ما وجدنا. غادي ناخذوا دابا داك الدقيق اللي عندنا، فغادي نديروا الخميره الكيماويه والخميره معجونه، غادي نديروا الملحه وهذا المسكه حره، غادي نديروا غنحاول ما امكن كلشي نعاود نغربلو. وراه مغربل ولكن باش نتفاداو ان يكونوا عندنا اي كويرات في العجينه. غادي نعاود نغربل قرفه هكا شي صفايه تكون رقيقه. غادي نغربل النافع. دابا غناخذوا شي طبسيل كبير او قصعه، غادي ناخذوا كاع دوك المكونات الجافه اللي درنا هنايا على ود الزعفران والضامه ديال البنه باش ما يطلقوش لكم الصفوره في اليدين ديالكم. دابا غادي نخلط بهذا الشكل صافي. غادي ندير هذيك المعلقه اللي عندي ديال السمن صفر بيضاء، غادي ندير هذاك الجنجلان، راه كلشي عندي مطحون مزيان ومغربل. الكميه ديال اللوز والكميه ديال الجنجلان، هاد الكميه اللي درت انا فهي معقوله، كاس كتجي الشباكيه هي هذيك. غادي نغطي نحاول نخلط بحال هكا باش نفرتت هاد اللوز والجنجلان صافي. من بعد غنزيد المقادير السائله الاخرين. فعندي كاس ديال الزبده، نص كاس الخل، كاس مع مرش كاس لاروب ديال الزيت الزيتون، وعندي هنايا هذاك الكاس ونص ديال المزهر. بحال هكا نخلط. اللي عندها العجان بغات دير في العجانه ديرها، غير هي مع كتكون قاصحه شويه. ممكن الا كانت العجانه ماشي شي نوع جيد تقدر تخسر لكم. فهي بهذا الشكل غاديه كتبدا تجمع، ماشي شي حاجه كثيره محتاجه بزاف ديال العجينه، هي اصلا غنخليوها قاصحه. دابا بحال هكا غير تبان لي صافي راه ديك الدهون كلها دخلات في الدقيق في بهذا الشكل. ندخلو مزيان هذيك الدهون داك الزيت والزبده في الدقيق صافي. اذا نبداو نزيدو دابا هذاك الخليط ديال المزهر، غادي نزيدو بشويه بشويه وحنا كنجمعو. بطبيعه الحال هذه الكميه اللي عطيتكم راه ممكن تختلف على حساب الدقيق اللي عندكم واش كيشرب السوائل ولا لا. فاذا خصنا نحاولوا نزيدوا واحد شويه ديال الماء، واحد 4 كاس ديال الماء تقريبا. تجمعات لكم العجينه صافي. راه هي كتبغي تكون قاصحه باش تجينا النتيجه ديال الشباكيه هشيشه وزوين. حتى ملي كتكون قاصحه ما كتعذبناش في التشباك. غادي نزيد كميه اخرى. فكما كتشوفوا فالمقادير راها مضبوطه. ها هي دابا تجمعات ليا. انا غادي نزيد غير واحد المعلقه ديال الماء. بان ليا هكا واحد الطريف ديال الزعفران وطامه البنه، فدرت معلقه صغيره معلقه هكا كبيره ديال الماء غير باش نفتتهم بحال هكا ونكمل الجميع ديال الشباكيه. فانا حاولت ما نقطعش لكم هذا الفيديو باش يبان لكم كيفاش جمعنا العجينه. فهي خاصها تكون قاصحه باش كتعطينا النتيجه ديال الشباكيه هشيشه. اذا انا فغادي نستمر بهذا الشكل، ندلكها مزيان ونجمعها. هاد الشكل صافي. ها هي تجمعات. انا وليت كنحس بها صافي راه ولات العجينه متماسكه. فغادي نستمر انا نديرها تقريبا واحد 5 دقائق غير بحال هاد الشكل ونعاود نطلق.
دونك هنا من بعد ما دلكت العجينه واحد 5 دقائق كما تشوفوا ولات متجانسه، غادي نغطيها ونخليها تقريبا واحد 10 دقائق ونعاودو نتلاقاو باش نقسموها. هنا من بعد ما ارتاحت العجينه فغادي ناخذها بهذا الشكل، غادي نحاول نقسموها كوير. فهنا انا قسمت العجينه على 6 ودرت حاولت نعبرهم باش نديرهم نفس العبار، ففيهم تقريبا واحد 280 غرام. صافي غادي نجمعهم بهذا الشكل. فغادي نحاول نغطيهم بواحد البلاستيكه ولا السلوفه اللي بغيتو، المهم بحال هكا، ونخليها ثاني واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه حتى ترخى شويه ترتاح ونعاودو نطلقوا. من بعد ما ارتاحت العجينه فانا بديت صايبتهم، غادي نوريكم هذه الطريقه تنديروها غير باش نقادو الجناب ديالها. هي صحيح كتعطيها واحد التوريقه باش تجي مجعبه وشاربه العسل، ولكن انا تنستعملها باش تعاونني في الوقيته تنكون كنطلق، فكيكونوا الجوانب ديالها هذا مربعين، ما كيكونوش لي شوت بزاف. غادي نسرحوها بهذا الشكل. دونك باش نتفاداو هذا الشكل هذا ديال الجوانب كنديروا ليها هذا التوريق هذا. صافي بحال هكا، حاولوا ما امكن قادوها. صافي بهذا الشكل. فانايا راه صايبت هذوك الاخرين، غادي نحطها بحال هكا، نغطيها ثاني واحد شويه ونخليها واحد 10 دقائق ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا طريقه التشكيل. فانا غادي نطلقها واحد شويه من مدلك، ونحاول ديما نبقى عاطيها هذا الشكل مربع باش يعاون. هاد الطريقه انا كنعتمدها دائما، حيت ما كيكونش ملي كديروا هاد الطريقه هذه ما كيكونش عندكم ضياع نهائيا ديال العجينه، فبالتالي ما كنعاودش انا العجينه كاع، يعني ماشي كنلقى في الاخر عندي مثلا كره اخرى ديال العجينه خاصني نطلقها. غادي نوريكم الطريقه كيفاش هذاك الشيء اللي كيشيط ليا غير قليل كنديرو في المربع اللي من مورا هذا. دونك بهذا الشكل. فغادي ناخذها نحاول نقسمها بحال هكا على 3. فانا راه نفس الطريقه اللي كنعتمد دائما في الشباكيه. غادي ناخذ هذا المربع الاول، هذا الطريف الاول، وغادي نحاول هكا نطلقوه على الطول هكا. كما قلت لكم ما كيكونش الضياع ديال العجينه. غادي ناخذ ثاني بنفس الطريقه. صافي غادي ناخذ دابا الوراقه. فالوراقه عندي انايا فيها شي رقم واحد هو الواسع، كاينين شي ورقات اللي رقم واحد هو الضيق. فغادي ندوز هذا الشريط الاول بحال هكا في رقم واحد، بهذا الشكل. نعاود ثاني ندوز الاخر، بحال هكا. من بعد غادي ندوزها في رقم 2. ومن بعد غادي ندوزها في رقم 3. اذا فانا بالنسبه لي رقم 3 هو الاخر غندوزها فيه. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيوها تكون رقيقه اكثر يدوزوا حتى لرقم 4. انا بالنسبه لي كنديرها هكا في رقم 3، فكتجي فيها العضه زوينه. صافي هذا هو الشكل ديالها. غادي نسرحها. فانا دائما تنخدم بهذا الطابع ديال الشباكيه باش كيعطيني الحبيبات نفس القياس. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش مثلا ممكن ياخذوا هكا شي طريف ديال الكرتون يحسبوا فيه مثلا 7 سنتيمتر. فانا هنا تراسيته بالستيلو وسيلو بحال هكا
باش يبقى عندكم نفس القياس ديال الشباكيه. فانا كنستعمل هذا لان كيطراسي ليا حتى دوك الشرائط بحال هكا، ما كنضغطش عليه بزاف، غير كنطراسي ومن بعد غادي ندوزو بالهذا بالجراره. دابا غنمشي مع هاد الجنيبات بهاد الطريقه. كيما قلت لكم ما كيكونوش عندكم حتى الضياع ديال العجينه، كيكونوا طريفات غير صغيورين. غنوريكم الطريقه كيفاش كندير ليهم انا باش ما كنعاودش العجينه نهائيا. بهذا الشكل صافي. غادي نبدا دابا نطراسي في الشرائط، 1 2 3 4 5 والسادس كنقطع، 1 2 3 4 5 والسادس كنقطع، 1 2 3 4 5 والسادس كنقطع، 1 2 3 4 5 والسادس كنقطع. فانا دائما تندير واحد التشبيكه اللي ساهله ما كتعذبنيش. فانا غادي نمشي معكم غير بشويه. كناخذ بحال هكا جوج، كنحط فوق منهم جوج، كنعاود نحط جوج الثالثين وكنحل. كندير صبعي هنا وكنزدي هاد القنيتات اللي تحت بحال هاد الشكل كما كتشوفوا. بغيتو تقرصوا هاد الجنيبات قرصوهم، ما بغيتوش ماشي مشكل. فنعاود معكم واحده اخرى. كناخذ هكا جوج، كندير فوق منهم جوج، نعاود ثاني ندير فوق منهم جوج الثالثين ونحل. ندير صبعي هنا ونزدي هاد القنيتات بجوج صافي وكنحطها. ها هي. دونك بغينا نقرصوا ليها هاد الجناب كنقرصوهم، شاط شي حاجه كنقطعوها بالجراره، ما كانش كنخليوها غير بحال هكا فهي كتجي الزواقه ديالها. دونك نعاود معكم واحده اخرى، جوج فوق منهم جوج، فوق منهم جوج الثالثين ونحل. ندير صبعي هنايا ونزدي هاد القنيتات هادو اللي لتحت صافي كنحطها كتحل بوحدها بهذا الشكل هذا. ها دونك فبهاد الطريقه هذه انا ما كنستغرقش الوقت بزاف في الشباكيه، رغم انني كنشبكها غير بوحدي. دونك كنحطها. دونك غادي ندير بنفس الطريقه جوج فوق منهم جوج، فوق منهم جوج ونحل. ندير صبعي هنا ونزدي هذا نحطها على البوطاجي هكا. دونك بهاد الطريقه اللي كندير انا فكتكونوا متاكدين بان الحبات ديال الشباكيه كلهم نفس العبار. حنا راه الاستاذات معروفين بالحساب والعبار. دونك بهذا الشكل غادي نكمل هادو اللي بقاو ليا. دونك غادي نطراسي هاد الجناب صافي ونمشي 1 2 3 4 5 والسادس نقطع، 1 2 3 4 5 والسادس. الطريقه نكمل هادشي اللي بقى. دونك غادي ناخذ جوج كما قلنا نديرو فوق منهم جوج، فوق منهم جوج، نحل صافي ونزدي هاد الطريفات اللي لتحت بهذا الشكل. ندير عاوتاني واحده اخرى عاوتاني واحده اخرى نزدي ونحطها هكا على بهذه الطريقه. اذا بالنسبه لهذا الشيء اللي كيشيط ليا ديال العجينه، فانا كناخذ هذاك المربع اللي غادي نطلق كنحلو بحال هكا وكنعاود نشد هاد العجينه هذه وكنسرحها كلها هنايا. فبهذه الطريقه هذه ما كيكونش عندكم نهائيا الضياع ديال العجينه صافي. كنعاود نسد عليهم بحال هكا صافي ونعاود نثنيها كما كانت. اذا بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم ما كتكونش عندكم نهائيا هذيك العجينه اللي كتبقى خاصكم تعاودوا تكوروها وتعاودوا تطلقوها من اول وجديد. دونك فكنحطها ونغطيها. انا غادي نستمر بهذا الشكل حتى نكمل كاع هاد الكميه اللي عندي ديال الشباكيه. غادي نخليوها تنشف واحد شويه، نخليها حتى العشيه. انا مصايباها دابا في الصباح، نخليها حتى العشيه بحال هكا تنشف صافي ونعاودو نتلاقاو باش نقليوها. دونك بالنسبه للقلي فانايا هنايا درت واحد الكميه وفيره ديال الزيت، درتها في المقله. ها هو الزيت دابا سخون، ودرت العسل كيف ما كتشوفوا. ها هو العسل دابا ثقيل، درتو حتى هو في اناء اخر. غادي نجرب واحد الطريف ديال العجينه. فكما كتشوفوا راه الزيت دابا سخون، غادي نبدا دابا العمليه ديال القلي
صافي غادي نبدا دابا ناخذ هذاك الشباكيه بطبيعه الحال من هذيك الاولى اللي بديت بسم الله. صافي وغادي نديروها في المقله. فقد ما كانت عندكم المقله كبيره قد ما تتمحنكمش، لان كتقليو كميه كبيره مره واحده. دونك حنا اكيد الا بغينا نصايبوا شي حاجه زوينه في الدار ضروري خاصنا شويه الخاطر، ونديروا معاها الخاطر ان شاء الله تنساليوها. غادي نحاول بحال هكا نقادها باش كلها ندخل في الزيت. دونك بالنسبه لهاد الطريف غنحيدو، فهي قد ما نشفات قد ما كتحلش ليكم في القلي. فغادي نزيد واحد جويجات اخرين هنا صافي، وغادي نبقاو نقلبوها بشويه بشويه. وبطبيعه الحال حنا كنتحكموا في الجهد ديال العافيه. الا بانت لينا النار هذا الزيت سخن بزاف كنقص. دونك هنا كيف ما كتشوفوا دابا بداو شي وحدينات كيتحمروا، فهما غادي نقلبهم على الجهه الاخرى ونقص على العافيه. راه نقصت على النار باش يبرد الزيت شويه صافي، ونبقاو بحال هكا تنتحكموا فيها باش يجي اللون غير مذهب وزوين. لانه هو غيكمل هذا ملي كتذهبي وكنديرو في العسل كتزيد تاخذ لون، كيزيد هذاك اللون يزيد ينصاح شويه. دونك فغادي نقلبهم بحال هكا. هذا هو اللون اللي غنبغي انا، هكا مذهبه وزوينه صافي. غادي نخليها، غادي نقلبهم غير شويه صافي ونهزهم. خاصها غير واحد شويه. دونك ملي كتهزوها نتوما كتحكموا في اللون اللي بغيتو. عاوتاني كل واحد كيفاش كيبغي اللون، كاين اللي كيبغيها شويه محمره بالزايد وكاين اللي كيبغيها غير مذهبه. دونك انا غادي نحرك هادو شويه بحال هكا صافي، نزيدهم غير شويه وغادي نهزهم صافي. دونك انا بالنسبه ليا هذا هو اللون اللي بغيت، فغادي نطفي النار بحال هكا باش ما تعاودش تاخذ لون هذا، هي تعاود تحمر اكثر صافي. غادي نصفيها مزيان هكا بالعسل من هذا، نصفيها مزيان من الزيت، نهبطوا الماكسيموم ديال الزيت ما نخليوش فيها صافي، ونرميها في العسل بطبيعه الحال. ونحاول نضغط عليها غير بشويه باش ما تهرش صافي. نهز عاوتاني كميه اخرى نسقطرها، وانا كنهز في العسل وندير فوق منهم. فكما كتشوفوا العسل راه ثقيل وزوين بهذيك الريحه ديال العسل الحر اللي فيه. اذا غادي نديرها حتى هما بشويه صافي. لان هاد الشنشيله اللي كتسمعوا اللي كدير هي باش كتشرب العسل. دونك غادي نهز ثاني هاد الشيء اللي بقى صافي، ونخليها بحال هكا تشرب العسل شويه بينما وجدت فاش غنسقطرها. فانا غادي نخليها بحال هكا تقريبا واحد المده، ماشي نزرب عليها دغيا نديرها في العسل ونهزها. دونك انا طفيت دابا على الزيت، نخلي هذه تتشرب هكا العسل وعاد نعاود ندير القليه الثانيه. ملي نقرب نهزها من العسل ندير القليه الثانيه. دونك غادي نخليها واحد شويه ونعاودو نطلقها. من بعد ما خليتها تشربات شويه العسل فغادي نعاود دابا ثاني نهزها بشويه، نحاول عليها باش على انها جات هشيشه. فانا دقت واحد الوحيده منها جات غزاله. دونك غادي نسقطرها مزيان بحال هكا من العسل ونحطها في الشبيكه بحال هكا او كسكاس او اللي متوفر. دابا ثاني على النار بحال هكا ونخلي الزيت يسخن شويه وندير القليه الثانيه ونحركو باش كيجي داك اللون موحد وزوين. تتجي مذهبه وزوينه، ماشي بلاصه محروقه وبلاصه لا. دونك كنبقاو بحال هكا كل شويه ندوروهم في الزيت صافي. بحال هكا ملي تبان ليا بدات تتحمر صافي تنبدا نقلب فيها الجهه الاخرى ونقص العافيه باش ما تحطش بحال هكا صافي. ونبقى نحرك فيها هكا ندورهم عاوتاني باش الجهه الاخرى حتى هي تاخذ نفس اللون. من بعد ما تحمر الوجه ديالها صافي غنعاود نقلبها على الوجه صافي ونبدا نهزها. اذا فانا راه طفيت العافيه. غادي نبدا نهز بشويه بشويه بحال هكا، نصفيها مزيان من الزيت صافي وندير في العسل صافي. نهز العسل بحال هكا حيتاش خاصها تشرب محدها باقا سخونه صافي. نهز ثاني كميه نخفيوها مزيان من داك الزيت صافي. نهز العسل ونخوي عليها بهذا الشكل. دونك دائما ملي تبداو تهزوا في الشباكيه ملي تحمر ديما طفيو على الزيت
تخليوش النار شاعله لان غيزيد يتحمر وغادي يجي اللون، غيجي اللون مختلف، ما غاديش كلها لون واحد. فغادي نديرها هنا صافي ونهز عليها العسل، وغادي انا طفيت دابا على الزيت، غادي نخليها تاني تشرب العسل على خاطرها بين ما وجدت عاوتاني القليه الاخرى وهكا تنكمل. اذا انا غنستمر بهذه الطريقه، نخليها لي تشرب العسل عاد نحيدها ونقلي الكميه الاخرى كامله اللي باقا عندي ونعاودو نتلاقاو. كنحصلوا على هذه الكميه كناخذها، كنكون موجده شويه ديال الجنجلان يكون محمر، او اللي بغى يزوقها باللوز مهرمش حتى هو راه ممكن. فكناخذ هكا الحبيبه، غادي ندير فيها غير شويه ديال الجنجلان الوسط بحال هذا الشكل. دونك ناخذ وحده اخرى نديرو فيها شويه ديال الجنجلان الوسط باش ما تجيش هكا الشكل ديالها كله عامر بالجنجلان، فهكا غير الوسط كيعطيها واحد المنيضر زوين. فكما كتشوفوا راه الحبيبات جاو محدقين وزوينين لان معمورين، وبهذاك هذاك المقطع تيعاوننا باش نحصلوا بحال هكا على الشباكيه عندها نفس القياس. اذا بهذه الطريقه غادي نستمر انا بحال هكا. دونك نصايبها ونحطها ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوها في طبق التقديم كي جات. هو الشكل النهائي ديال الشباكيه اللي صايبنا اليوم. فكما كتشوفوا كتجي غزاله والمذاق روعه، كيجي هشيشه ومقومه. ممكن تزينوها كما زينتها انا بالجنجلان، او ممكن انكم تستعملوا اللوز مهرمش، فبجوجهم كيجيو زوينين. وصفه ناجحه 100%. نتمنى من تجربوها وتعجبكم الحال. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.